حسنا فالفينا يا مريت فريق ورحنا طول الكرامك يرحسي حسنا لا يمكن وصف أهمية المياه لاستمرار حياة المجتمعات البشرية وصفا بسيطا، فلا يمكن تصور وجود تنمية من دون ماء، فالماء هو سر الحياة، وكل كائن حي يتنفس فوق الأرض أو تحتها تربطه بالماء علاقة وثيقة وقوية. ويستخدم الماء في الشرب والنظافة وفي مختلف مجالات الحياة، كما أن الزراعة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد لا معنى لها من دون ماء. ومن الصناعات الزراعية إلى أحدث التقنيات المعاصرة لا يمكن لأي تقدم أن يتحقق دون توفر المياه. وبصورة عامة يعد الماء عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يسهم بصورة مباشرة في تحقيق الاستقرار النفسي للمجتمع وتحسين نوعية الحياة وتطوير مستوى المعيشة. ولذلك فإن برامج حفظ المياه والتربة لضمان استدامة الموارد المائية يجب أن تستمر دون انقطاع، كما أن إنشاء خزانات المياه وإدارتها بصورة فعالة يعد مهمة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. ماي بتقال متن ميت نتقمل لنا نبل منتي قدامي نجار تقدالو زلو مريت بصفحة درجة هدالو خلالو أو عمت حدا مهرتي دا يكون خلطة مهرتي بوحدو سلسة مهرتها نتولوهن كلالنا معريو. لا نستطيع القول أننا نستفيد من المياه دون تمهيد الأرضية الملائمة لذلك، من حيث تمهيد الأراضي الزراعية الواسعة التي يمكن منها حصاد 3 مواسم في العام، كذلك الاستفادة من الثروة الحيوانية. وما نعمل عليه حاليا هو إدخال التكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والحفائر التي أنشأناها، وإدخال سبل الري الحديث. عصمتاتن راياتاتن تماي كتقومولو حدش تكنولوجيا غتتعطاتو لك. وقد عمل شعب وحكومة إريتريا باستمرار على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي، وتعد السدود والخزانات والمنشآت المائية التي شيدت في مختلف مناطق البلاد أمثلة حية على ذلك. تقع إريتريا ضمن دول منطقة الساحل الأفريقي، ويغطي الطابع شبه صحراوي ثلثي مساحة البلاد تقريبا. وقد ظل المزارعون عبر العصور يكافحون الطبيعة لمواصلة أنشطتهم التنموية، غير أن الأمطار غير المنتظمة وغير المتوازنة لم تكن كافية لحفظ الموارد المائية. هو عدد صنحين أتيوم نقوم بالدفع بوتيرة تجهيز وسد النواقص في البنية التحتية المائية، لأننا ندخل مرحلة مبشرة. ناب زحايشن ناب تزبرخن ندامصانا نخيس لازال. وبسبب التغيرات الطبيعية والأنشطة البشرية تراجعت معدلات هطول الأمطار عاما بعد عام، مما جعل قضية الحفاظ على المياه والتربة أكثر أهمية وتأثير. وبعد الاستغلال عام 1991 عقب كفاح دام 30 عاما أنجزت أعمال كبيرة في مجال حفظ المياه والتربة ضمن جهود إعادة بناء الدولة. أكندي عامتاوي كاب زناب تتصبيخا حرشاوتات. بدلا من الانتظار سنويا لهطول الأمطار نعمل على إدخال طرق الري الحديث لجني حصاد وفير. تعشمو أكايركا حرشاون فتاة أكايركا التي شرعت الحكومة الإريترية في تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية القادرة على دفع عجلة التنمية، فإلى جانب بناء المؤسسات الحكومية الكبرى اللازمة للدولة الحديثة أولت اهتماما بالغا بحفظ المياه والتربة وبالتنمية الزراعية بصورة خاصة. ومن أجل تنفيذ هذه الأهداف وضعت استراتيجية تنموية متكاملة كان تطوير الموارد المائية أحد أهم محاورها تحت شعار المياه للجميع، وشملت الأولويات توفير المياه للشرب والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والبناء وغيرها من القطاعات. ماي مسارة نعمل عليه
ما نمزي كحدو عندي ما عندي عزيز بالكع تي لمعت تقصي مالتي بفلاي كع زنا من عبال ذركبها هجرات كمان هذا مثلا وحسنة مقبلها تراقص وينكا. الماء هو أساس التنمية والتطور، وخاصة في الدول النامية التي تعاني من شح وتذبذب في الأمطار وعدم انتشارها على نطاق واسع، مما يؤثر على نمو المحاصيل. وببناء السدود نستطيع تنفيذ برامج كثيرة في التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية. أبواتنا زي ما حرصوا الزلوس أنا حنت ماي داول يوم كل جزء زمارون أنت ما تعجزين مسؤول صحيح أنت ما يسلز سنو كما وضعت برامج متنوعة لتخزين مياه الأمطار، وكان من بينها بناء السدود والخزانات. ففي عام 1991 كان في إريتريا 130 سدا، أما في عام 2026 فقد ارتفع العدد إلى 850 سدا. ولم يكن الهدف يقتصر على بناء السدود الكبرى فقط، بل شمل أيضا إنشاء الحواجز الصغيرة والخزانات وشبكات تخزين المياه الممتدة لآلاف الكيلومترات، باعتبارها جزءا أساسيا من برنامج التنمية المائية. وتتميز إريتريا بتنوع جغرافي كبير من حيث توزيع المياه وكمياتها، الأمر الذي استدعى إعداد خطط تنموية تناسب طبيعة كل منطقة. ولذلك صممت خطط لبناء السدود وفق برامج تبدأ من مستوى الأقاليم وصولا إلى الضواحي. اسمرج أنا حاجة ثانية إذا حالف زلوا معي قال خفال الناتو كزينكا نعمل معت مغيار هذتي المصنعاتي زقرب بدوتات نتاعي ماي أبي تخزنه كنا يزقون ماي خافت حست ذلي. خيارنا الأوحد هو الاستفادة من كل قطرة مياه من الأودية والأنهار الموجودة في بلادنا، من خلال إجراء دراسات عميقة حول مواقع إنشاء السدود وحجز المياه. الشبابي كم يعني الدقائق تسرح توسعني وزي مصنعات توصل لنا أرستينير مالتي. يتطلب بناء السدود مشاركة العديد من التخصصات والمؤسسات، بدءا من الدراسات والمسوح الهندسية وصولا إلى شركات البناء، كما تجرى دراسات جيولوجية متخصصة قبل تنفيذ مشاريع تخزين المياه. وقد صممت هذه البرامج بحيث يشارك فيها جميع أفراد المجتمع، فالطلاب يساهمون خلال العمل الصيفي في أعمال حفظ المياه والتربة، كما يشارك المواطنون في حملات العمل الجماعي، بينما يطلع الجيش بدور أساسي في رفع مستوى تنفيذ المشاريع التنموية. إيزاليوتي هجر تراي دومزنيا يكون زي دومنيا سلازي يكون عجي بزو وفتيل كان داويد قوي منيات معبالنا تهاغوري يدلز السبزي كوم سلاز هون السبزي ابتسرح اب كلهم وفتات تجبري اب كلهم زوباتاتنا تي فور بداية حملة التنمية وارساء كالو انخرط فيها منتسبو قوات الدفاع والشباب الإريتري بكل قواه، بالرغم من كل التحديات الخارجية التي واجهناها، ولم تنل عزيمة الشباب الإريتري الذي هو أساس بناء وتطور البلاد. من يوانع إرترا سلازي فلت زخونا من السينة إرترا أي تتعللن خيد الله سقاب زحجة ما خيد الله وفرتات خيد الله عبيتي وفرتات كله إرترا ملو سيزمان السيد تبرز الله. وبهذا الأسلوب أطلقت برامج تنموية واسعة النطاق بدرجات متفاوتة في أقاليم الجنوبي والأوسط والقاشبركة وعنسبة وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر، مع منح أولوية خاصة للمناطق التي تعاني من شح المياه. وقد شهدت الفترة ما بين عام 1994 و 1998 مبادرات بارزة جرى خلالها بناء عدد من السدود الكبرى في أقاليم الجنوبي والأوسط وعنسبة. بعد العدوان الواسع الذي تعرضت له البلاد، ومع إطلاق برامج وارساي كالو، حققت إريتريا قفزة كبيرة في مجال حفظ المياه والتربة، وخلال تلك السنوات تطور عدد السدود وأنواعها بصورة كبيرة، وانتقل بناء السدود من النمط الترابي إلى استخدام الصخور والخرسانة المسلحة. يتسرح أركام ويو دخيمنا وين عين بالنا مهنيات دخيمنا زي ما بالنا بالنطفة تسرحوا يتسرحنا يسرح نطفي دخيمنا. عملنا بإخلاص دون كلل أو ملل في تنفيذ هذه البرامج، ورأينا ثمرة عملنا. تبغى زنور سرح إن سرح نيرنا. تمتلك إريتريا 3 أنواع من السدود، هي السدود الترابية، وهي تتطلب جهدا كبيرا، وقد بنيت بها معظم السدود الأولى.
ثم السدود المشيدة بالحجارة والإسمنت والسدود الخرسانية الكاملة. وتعد سدود قرست وفانكوتسمو وفانكوراوي وقحتلاي من بين السدود الاستراتيجية الكبرى. وقد أسهمت الخبرات المكتسبة من إنشاء هذه السدود في تحسين حياة المواطنين بصورة ملموسة، كما أحدثت تغييرات بيئية وتنموية كبيرة على مستوى المجتمع. أبز كبابي لسفحة نحرشة بوتا خمت كل سبدردو إذن إحنا دلنا يزوبا عندنا حرشة بلوز. يتميز هذا الإقليم بوفرة الأراضي الصالحة للزراعة والأمطار الغزيرة، لذلك توليه الحكومة اهتماما خاصا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. من قستون طموت أبزوبا زي زعابي نايل معات بروجكتاتهم مسناوخن بخرمت زبل نخل زخباب زيت أمتت العابنا يحرشا بوتا بزاقر دبال زبوتا زي. يمثل تخزين المياه أحد أهم أهداف بناء السدود، إذ أن غياب مصادر المياه يؤدي إلى ضعف كميات التخزين، كما قد يزيد من تراكم الرواسب داخل السدود. لكن إريتريا نفذت أعمالا كبيرة في هذا المجال، وتمكنت سدود مثل قرست وفانكوتسمو وفانكوراوي من تخزين كميات مياه لم تكن معروفة في تلك المناطق سابقا، مما ساعد على إحداث تحول في نمط التنمية الزراعية. يقع سد بادميت في مديرية قلوج ويعد من أكبر السدود وأكثرها أهمية، ويتمتع هذا السد بقدرة كبيرة على دعم التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، وذلك بفضل ارتباطه المباشر بمشاريع حصاد المياه. ومن خلال الجهود الكبيرة المبذولة في مجال حصاد المياه، أصبحت إريتريا قادرة على استصلاح أكثر من 293 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. انتقلت الخبرات المكتسبة في بناء السدود بالمناطق الغربية إلى أقاليم الجنوبي وشمال البحر الأحمر، وتعد سدود مسلام وقرقرة ولوغو نماذج لهذا التطور. وقد شهدت هذه المشاريع تغيرات كبيرة في أساليب العمل والتنفيذ، كما تضاعفت قدرات التخزين المائي لتصل إلى نحو 50 مليون متر مكعب. واستمر العمل حتى إنشاء سد كركبت الأكبر على مستوى البلاد والواقع في منطقة أمالايت بإقليم القاشبركة، والذي تبلغ سعته التخزينية 300 مليون متر مكعب من المياه، ويستخدم في مشاريع تنموية واسعة. وقد جرحت الآن تجهيز أكثر من 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية تستخدم بصورة كبيرة في إنتاج الفواكه والخضروات. احنا أزمة يستعجيتوس 100 كام أو حسام النبابرونا زبلو. يبدي الكل رضاه عن العمل المنجز، ويؤكدون استفادتهم منه في حياتهم المعيشية وتأمين مستقبلهم. عطن تخيلنا شجر زبهال عيك هلوانانيو كالي نايمت دلنا عبي بهالتي. كما يقع سد قحتلاي في مديرية قندع، ويتميز بأسلوب بنائه والخدمات التي يقدمها، ويستفيد السد من كميات المياه الكبيرة القادمة من المنحدرات الشرقية، من ما يحقق فوائد كبيرة للمنطقة المحيطة. وقد شيد هذا السد بالكامل من الخرسانة المسلحة. في إريتريا منشآت مائية تتراوح بين الخزانات الصغيرة والسدود الكبرى بمعدل منشأة كل 5 إلى 10 كيلومترات تقريبا، كما تعمل كل إدارة ضاحية على إنشاء المزيد من السدود. وبذلك ارتفع عدد السدود من 130 سدا عام 1991 إلى نحو 850 سدا اليوم، كما أصبح أكثر من 90% من سكان إريتريا يحصلون على مياه شرب نقية. وبدير سدينا سيديايتنا وهاي بايتنا الحمد لله. يوم برهان رينا دي بلا دي قانا شاكيتنا أرضنا تعمرت قلنا حكوماتنا هيني كل دول بالعمار تتبقس بالكرابي تتبقسني كل دول بالعمار صبت تتبقس إلا إحنا يومتي أرضتنا دي قانا شاكيتنا لقبت بالله الكردي من هلا الحمد لله. يوم إلا هي بدي انطلق بامهلينا يا رب حكوماتنا أنت وطبعتا حلفتيتاتنا كرويام لله جناراتنا كلهم كرويام لله الحمد لله. ندي حمدناهم ينحلفني حنا يوم تدرفوا ريحام لنا ما شاء الله الحمد لله. أرضنا دي سوق أيرت قلنا ومن سوق ولا علقبة قلنا يوم دي بلان لنا حيلتات مكلكالة لتريا الحمد لله. يوم بلمل علينا كم قصوا
ويوم البلد قعدنا كم فلق قصوا أنا حليب تحلب ديمنا يومتين يوم أمعل سعيدة تامسل كل وجهات كريم قصوا يام لهلينا أمعل سعيدة فرحت ناي ديقانا كزان ناي ماينا مدحرات وقلوا جموعة لهلينا أمعل سعيدة أساناي كنرئينا بالكلنا. وقد تم إنشاء آلاف الحفائر الصغيرة في القرى والأرياف بهدف تجميع مياه الأمطار وتوفير مياه للماشية وتغذية المياه الجوفية ودعم الزراعة الموسمية، وساهمت في زيادة إنتاج الذرة والقمح والدخن وتوسيع زراعة الخضروات والفواكه وتقليل الهجرة من الريف وتحسين الأمن المائي ودعم برامج الاكتفاء الذاتي. كما لعبت دورا مهما أثناء سنوات الجفاف عبر توفير احتياطي مائي للإنسان والحيوان. إن تخزين المياه يمثل خطوة أساسية ومهمة، لكن تحويل هذه الموارد المخزنة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة يظل المهمة المتواصلة. ولا شك إن البنية التحتية القائمة والخبرات المتراكمة والكميات المتوفرة من المياه قادرة على دفع البلاد نحو مستويات أعلى من التنمية المستدامة. فالفينا يا مريت صريخة وإحنا تقولوا الكرامة يرحاسي